أجمد كلاب في مصر في فيديو واحد وفي مكان واحد من كل الأنواع وكل الأعمار، لأن دي بطولة مصر الدولية لكلاب العرض الشو الاستثنائي. هنعيش أحداث اليوم كامل مع بعض وهوري لك الكلاب المشاركة في البطولة كلها، وهحاول أصور لك كل الأحداث اللي حصلت للكلاب. هنشوف تدريباتها، هنشوف اللي بيحصل معاها قبل ما بتدخل وبعد ما بتدخل، هنشوف سلالات مختلفة من الكلاب. الكلب ده احنا لسه عاملين معاه حلقة قريب، وهقول لك قصة الكلاب اللي في البوكسات دي في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مستر هوجو. أنا مدحت الحسيني وهبقى معاكم النهاردة في حلقة مميزة جدا، من الحلقات اللي ناس كتير بتحبها، لأن احنا هنروح نصور أقوى كلاب من كل المستويات. النهاردة نروح نصور بطولة مصر الدولية. كان اللي احنا رايحين ده المفروض هنشوف كل السلالات الكلاب، الجيرمان شيبرد، المالينو، الكنجالي، الكوكيجن، الألاباي، البيتبول، الكيني كورسو، البريسا كاناريو. المفروض ان احنا نشوف كل سلالات الكلاب اللي في العالم الموجوده عندنا هنا في مصر. بس ده شو استثنائي. يعني ايه شو استثنائي؟ شو الاستثنائي اللي يعني مثلا اللي فاتوا الحدث الرئيسي او الشو الرئيسي بيروح دوت. تخمن معايا ايه اغرب نوع كلب ممكن نشوفه؟ لو طلع كلامك صح ليك عندي هديه. محدش نازل من اصحابي خالص بكلاب غير احمد سليمان، نازلين بكلبين. انتوا شفتوا واحد منهم قبل كده اللي هو زيرو، وكلب تاني جديد احنا لسه جايبينه هننزل نقيمه. خليكم متابعين، اشرح لكم كل حاجه بالتفصيل، وهنشوف الكلبين بتوعنا هيعملوا ايه، هل هيكسب منهم حد ولا لا. هوجو وجيرو بيراقبوني. مش نكمل لبس يكون امير جه ونروح نبدا على طول من هناك. هم مصحيني بدري ونازلين اليوم من اوله. بس الأول تعالوا نشوف هوجو وجيرو عايزين ايه واطمنكوا عليهم واوريكوا جيرو مستوى بقى عامل ازاي. وعايزك تتابع فيديوهات جيرو الفترة الجاية، هتبقى فيديوهات مختلفة جدا ومفيدة جدا. لا يا هوجو ما نزومش عليها، هوجو ما نزومش عليها. لا سيب هوجو وجيرو في البيت وهنتحرك احنا على المسابقة، وتعالى نكمل. شكرا. بشرح لك اكتر عن تفاصيل المسابقه، ليه كلاب بتكسب وليه كلاب بتخسر، وبناء على ايه بيتقيموا، وبناء عليه الكلام ده بيفرق في سعر الكلاب بعدين. بس دايما لو انت بتربي كلب ما تخليش حته الجمال تبقى هي الاساسيات، ودايما زي ما بنقول الكلب بشغله مش بشكله. تقدرش تقول لي ايه افضل سلالة كلاب بتحبها وليه، وفي اخر الفيديو بعد ما تشوف الفيديو قول لي ايه اكتر كلب عجبك في الشو وايه هي السلاله المفضله ليك. اعمل لايك وصلي على النبي وقول ما شاء الله على اي حاجه حلوه هتشوفها، ويلا نبدا. لا قول لهم ازيكم. أول لما وصلنا قابلنا كارلا القمر وبابا كارلا اهلا. احمد صاحبي، وزيرو قاعد مأنتخ في الضله. الدنيا كانت شمس جدا واحنا وصلنا بدري. امير كان جاي معايا طول الطريق. باي باي لكارلا ونقوم نصور بقى احداث اليوم ونشوف المكان كله عامل ازاي. كانت الناس بدأت تيجي اهي وتتصور، وهنا ده المكان اللي فيه الكافيتيريا والحمامات. بدأت كلاب الجيرمان شيبرد تظهر اهي، وناس كتير جايه مع كلابها. ولقيت الكلاب اللي ظهرت قدامي دي كلاب ورك لاين جميله ما شاء الله، واضح ان هم لسه جراوي. بعد كده لقيت الكلب الكوكيجن دوت لونه مميز قوي، لو عارف اللون ده اسمه يكتب لي في الكومنتات. الناس بدأت تجهز الكلاب. الأول بيريحوا الكلاب ويخلوهم يشربوا مية، ولازم يشوفوا لهم مكان ضل عشان الشمس كانت قوية. دي لجنة التحكيم والمنظمين. هنبدأ أول حاجة بكلاب الدوبرمان. الكلاب بتبدأ تخش الرينج اللي هو المكان اللي الكلاب بتجري فيه. كل كلب بيبتدي يعرضه المدرب بتاعه، وبيحاول يخلي الكلب يمشي بطريقة كويسة ويبان واثق في نفسه. بعد كده الكلاب بتتعرض على الحكام، والحكم بيكشف على كل كلب على حدة. بعد كده بيحددوا النتيجة، وزي ما انتم شايفين الكلب الاسود ده اللي خد مركز. بعد كده دخلت كلاب الالاباي، والكلب اللي على الشمال ده لونه مميز قوي برضو، لو حد عارف لونه اكتب لي في الكومنتات. هنشوف مين فيهم اللي هيكسب، الكلب الملون ولا الكلب الابيض. لو انت متوقع مين اللي هيكسب قول لي مين. بس بصوا هنا بقى في المشية، شايفين مشية الكلب الابيض؟ لان الكلب مش بيتقيم بس على شكله وتقليبه، بيتقيم على حاجات تانية. الكلب الملون خد الميدالية اهو. بعد كده دخلت فئة عمرية تانية، لان هي 3 فئات عمرية: الشباب والفئة المتوسطة والفئة الكبيرة والاوبن كلاس. وفي الفئة الرابعة طبعا لو كانت موجودة بتبقى فئة البابي او الجراوي. الكلب الاسود ده كلب جميل ومتدرب او متهندل كويس جدا ما شاء الله، وخد ميدالية طبعا. بس بص لما يطلع بره هيعمل ايه. هو والكلب الروتوايلر دوت عندهم مشاكل مع بعض وكانوا قافشين جامد. بعد كده دخل الكلب الفئة بقى الأكبر في العمر، والكلب دوت كان هيعمل كارثة من شوية، وكان هيعض الراجل على البوابة وهو داخل. الحكام بتفحص الكلاب، بتشوف الأعضاء التناسلية سليمة، السنان سليمة،
وبعد كده هيبدأوا يصفوا بين كل كلب خد تايتل في فئة، يعني اللي كسب في الشباب واللي كسب في الأوبن كلاس واللي كسب في الفئة المتوسطة والانترميدل، كله هيصفي ويطلعوا من سلالة القلباي مثلا أفضل كلب قلباي في اليوم. خدها الكلب الأسود تقريبا، اللي هو تاني كلب في النص بعد الكلب الملون. بعد ما الناس بتخلص بيروحوا يتصوروا على المنصة هناك اهو. دخل بعد كده الكلب الماستيف ده، كلب ما شاء الله، هو اي نعم ما كانش فيه غيره فهو بينافس نفسه، بس هو كلب مستوى تحفة الله أكبر، ولازم يتقيم وياخد حاجة كويسة. ويلا يا معلم على المنصة برضو، راح خد صورتين للذكر. الحكام بدأت تنده على الرنج اللي بعده، وكان الكلب الروتويلر البابي القمر والهاندلر القمر دي ربنا يحميها اللي ماشية مع الكلب، كان الكلب الوحيد المشارك في فئة البابي وخد تايتل، والكلب تحفة. بعد البابي بتخش الفئة العمرية الأكبر من نفس الفصيلة اللي هي فصيلة الروتويلر، بتبتدي تفحص السنان والأعضاء وبعد كده بيشوفوا مشية الكلب. وده جان ملناش دعوة بيه، والفئة العمرية في الروتويلر دي ما كانش فيه منها غير الكلب وبرضه هيتقيم وهياخد تايتل. وزي ما قلت لكم الشو الاستثنائي، يعني اللي ما حضرش الشو الرئيسي اللي بيبقى فيه منافسة أقوى من كده بكتير بيجي يعوض هنا. وهنا دخلت الفئة العمرية الأكبر، كلب مستوى مميز قوي. الحكام برضو بدأت تفحص الكلب، هيشوفوا مشيته، وبعد كل بيبدأوا يقيموا الكلب. كلب تقريبا هم كانوا بيقولوا ان هو واخد بطولات قبل كده كذا مرة. الكلب اتقيم برضو وخد تايتل. بعد كده بيبدأوا يجيبوا الكلب اللي كسب في كل فئة عمرية ويعملوا فاينل بينهم، يعني يصفوا بينهم ويشوفوا افضل كلب كان روتويلر في كل الاعمار. الكورس ابتدى يجهز بقى يا معلم، فقلنا عبال ما يجهزوا الرنج نلعب مع جان شوية، لانه سرق علبة سجاير تحت اهي، فقلت اديله ازاي يلعب بيها. كانت الحكام بدأت تجهز في الكلاب الكين كورسو، والكباتن بتبتدي تجهز الارقام، وبدأ اول رنج للكيني كورسو. كان في الكلبين دول هما اللي دخلوا مع بعض من فئة عمرية واحدة. الاسود كلب جميل وعلاقته بصاحبه كويسة قوي، بس الكلب البلو او الرمادي ده هو اللي كسب في الفئة العمرية دي. وبعد كده هنشوف اللي هيكسب في الفئة العمرية الأكبر والأصغر، وزي اللي حصل مع الروت وايلر والكنجال يبتدوا يصفوا أفضل كلب. بعد كده دخلت الفئة العمرية اللي بعدها، الكلب الأسود والكلب البرندل دول، وبعد كده بدأوا يصفوا. الحكم هنا بقى بتبتدي تقيم مشية الكلب، ثقة الكلب في نفسه، عدم التشتت، تركيز الكلب مع الهاندلر أو المدرب بتاعه، سرعة استجابة الكلب، جمال الكلب ونسب الكلب. الموضوع بيتحدد على حاجات كتير جدا. قلت بقى اشوف الأحداث الجانبية اللي بره اليوم، وشفت مجموعة الكلاب الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت. بعد كده حصلت مشكلة، جيت اصورها لقيت زيرو هو اللي كان قاعد بيتفرج، وكان كلب الكنجال هو اللي عامل نفس المشاكل. كلب ما شاء الله عليه ربنا يحمد اصحابه. الكيني كورسو دخلوا يصفوا تاني. الحكام بدأت تقيم الكلاب بقى من قريب علشان يعلنوا الفاينل بين الكلبين. تفتكر مين فيهم اللي هيكسب؟ لقيت القمر معدي، كلب من الكلاب اللي بقالنا كتير قوي ما شفناش زيها. الكلب الاسود اللي هناك ده من اكتر الحاجات اللي لفتت نظري، ربنا يبارك لاصحابه فيه. وبالمناسبة بص على الكلب الاسود ده لما نقرب منه، الكلب ده مش جيرمان شيبرد، لو عرفت نوعه اكتب لي في الكومنتات. بعد كده لقيت الرنج بتاع الكلاب البابي بقى، الكيني كورسو الصغيرين، ودي الفئة الرابعة من اعمار الكلاب. هنشوف مين فيهم اللي هيكسب. ده جاي الدنجل لوحده ملوش دعوه بحد. جبت لك الكلب الاسود من قريب شويه اهو، حاول تقول لي ايه، مع العلم ان هو مش جيرمان شيبرد. قول لي ايه رايك بقى في مستويات الكلاب البوكسر، اللي انا كنت بعتقد ان كلاب البوكسر انقرضت لحد ما اتفاجئت بالامارات دي. ما شاء الله تبارك الله، يا ربنا يبارك لاصحابهم فيهم. كلاب بوكسر بمستويات مميزه قوي قوي، كانوا بيجهزوا علشان يخشوا الرنج بتاعهم، وتقريبا هم كلهم بتوع ملك واحد او ناس اصحاب، انا مش عارف والله قوي، بس ايا يكن هي كلاب بمستوى فوق الوصف. الله أكبر. اليوم ما كانش زحمه قوي زي الحدث الرئيسي في بطوله مصر، بس الكلاب كانت ما شاء الله، كان في كلاب من مستويات قويه جدا جدا، وفي كلاب خدت بطولات كتير قوي كانت موجوده. شفنا منها جزء وهوريكم الجزء التاني، وشفنا كلاب جديده زي كلاب البوكسر دي، وكلاب مميزه قوي لسه هوريها لكم في اللي جاي. احنا لسه ما شفناش حاجه في الفيديو. وهنا كان المعلم زيرو مستني اللي هيحصل، وكان بدأ الرنج بقى بتاع كلاب البوكسر. تفتكروا انهي كلب في كلاب البوكسر اللي هيكسب؟ بالترتيب كده من 1 ل3 زي ما احنا شايفين. من
وعلى ما يخلصوا تعالوا اوريكم الكلب الجيرمان القمر ده. عجبني علاقته بصاحبه قوي، ماشي معاه اوفليش في وسط زحمة الكلاب والناس الكتير، هو مش مركز مع اي حاجة غير مع صاحبه والتوي. كلاب البوكسر خرجت من الرينج من غير ما نعرف مين فيهم اللي كسب، بس انا مش هسكت. اهو الكلب اللي كسب صورته لكم بره الرينج او بره الحلبة. الكلاب اللي في البوكسات دي بقى بتبقى اصحابها مزارع او مربين داخلين باكتر من كلب، فبيجيبوا البوكسات والمستلزمات بتاعت الكلاب كلها عشان الحر وعشان يحموا كلاب. احمد بدأ يحرك زيرو علشان خلاص يعني هم قالوا ان الجيرمان شيبرد الرينج بتاعه قرب يجهز، فبدأنا نحرك الكلب شويتين واحمد بدأ يلعب معاه علشان ان شاء الله يخش يجيب تايتل او يجيب مركز يعني. تعالوا بقى اخدكم جولة نشوف بقية الكلاب اللي لسه بتستعد بره الرينج، نشوف مين اللي مشي ومين اللي قاعد. وقابلت الكلب الابيض دوت، احنا قابلناه في حلقة قبل كده، لو عرفتها تبقى انت من المتابعين المعلمين. اول كلب دخل الرينج من كلاب الجيرمان شيبرد كان الكلب الشورت هير ده، كلب تحفة ما شاء الله عليه. دخل مع صاحبه كان بيعمل له زي احماء او بيخلي الكلب يسخن يعني. بعد كده الهاندلر خد الكلب والحكام بدأت تشوف سنينه عشان تقيمه. قلنا نخرج جان علشان يبتدي يتمشى علشان هو قرب يدخل الرينج هو كمان، ونشوف هيعمل ايه. الكلب بدأ يتعرض على الحكام وبدأ يتمشى وهياخد التايتل بتاعه. قلنا نسيبه لان احمد كان قابل الناس صحاب جان الاساسيين اللي هو متربي عندهم، فقلنا نحاول نخلي الكلب يفك شوية لان جان كان مشتت بزيادة. الكلب الاسود جبته لك من قريب اهو، حاول تركز اكتر وقول لي نوعي في الكومنتات. هنا بنبص على الكلاب اللي هتجهز للشغل اللي جاي. بيقول على الكلب اللي وشه اسود اللي عدى على اليمين دوت ان هو واخد اول مصر قبل كده كذا مره. وقابلت الكلب اللي مش ناقص له غير تاج ويتقال عليه ملك من ملوك الجيرمان شيبرد، الكلب شو لاين شورت هير، من الحاجات اللي بقالي كتير قوي مش. واحنا بنتفرج على الحاجات الحلوه اللي كانت بره الرينج كان بدات فئه عمريه جديده من الجيرمان شيبرد الشورت هير، والكلاب سنها صغير جدا وكانت مشتته جدا وعمالين بيشموا في كل حته في الرينج. بعد كده دخل الكلب ده متدرب كويس قوي ما شاء الله، وهي دي الماشيه والثقه اللي المفروض الكلب ينزل يعرض بيهم. بعد كده دخل الكلبين دول علشان يصفوا مع بعض. كلاب الشورت هير هي الكلاب السلالة الأساسية اللي خرج منها اللونج هير، يعني الشعر الطويل خرج كطفرة جينية من كلاب الشورت اللي تفاصيلها جميلة. جان بدأ يجهز وتعالوا نشوف هياخد رقم كام في المسابقة. هياخد رقم 9، بس الكلب مشتت جدا زي ما انتوا شايفين، هو مش مركز مع أي حاجة. حتى لما دخل في الرينج حاول يجري مع الهاندلر بتاعه. الكلب مش في المود، الكلب ما تأهلش قبل كده وما اتدربش قبل كده ان هو يدخل رينج. فكل اصحاب احمد وانا كنت واحد منهم نصحته ان هو ما يدخلش بالكلب في الشو دوت ونخليه لحد ما يتأهل. الكلب كنا لسه جايبينه. تعالوا بقى نخش على ليفل الوحش. والكلب الجميل ده اول حاجة في ليفل الوحش دي بقى بطولة الاوبن كلاس او الفئة العمرية المفتوحة للكلاب الكبيرة. واللي داخل علينا ده المعلم زيرو اللي احمد مشتته. الكلب برضو بقاله سنة تقريبا ما دخلش بطولة، هو كان اخر مرة كان واخد تاني. وهنا بقى بدأوا يجهزوا. تعالوا بقى نشوف المنافسة ديت بتاعت الكلاب الكبيرة. اجمل كلاب موجودة النهاردة في كلاب الجيرمان. الموضوع صف على الاربع كلاب. الكلب اللي قدام اللي ماشي زي الحصان العربي الاصيل ده ما شاء الله متدرب تحفة. الكلب تحفة وتدريبه تحفة، فهو الكلب ده هياخد اول كده كده. المنافسة هتبقى بين التلات كلاب التانيين، الكلب الاسود دوت وزيرو مع الهاندلر بتاعه اللي لابس ازرق، والكلب الرابع مع الهاندلر اللي لابس اورنج. انا كنت قاعد بقول للامير ان زيرو هينافس على المركز التاني، بالكتير هياخد التالت. تعالوا نتفرج على الكلاب وعايزكم تقيموا معايا في الكومنتات، قولوا لي التحكيم كان تمام ولا ايه. الهاندلر هيتجنن، احمد مشتت زيرو اكتر ما هو متشتت. استمتعوا معايا بقى بجمال الكلب اللي خد المركز الاول في اعلى فئة عمرية في الجيرمان شيبرد، وجمال تدريبه وجمال خطوته وجمال ثقته في نفسه. الكلب الاسود ده برضو كلب مميز قوي قوي قوي، لو اتدرب شويتين هيبقى احسن بكتير. المركز الاول والكلب الاسود التاني وزيرو التالت، والكلب الاخير خد تالت مقرر. بس يا جماعة دي كانت بطولة مصر الدولية. زيرو خد مركز ثالث للاسف عشان الكلب لما انتخ بقاله فتره كتير بيشمشم ودي حاجه غلط، فهو نقص علشان عدم تركيز الكلب في الرنج عشان كده خد ثالث. انما الحكام كلهم قالوا الكلب يستاهل ياخد اول مرتاح.
يتهندل، وهبقى اكلمكم شويه عن الهندله بتاعت الشو ديت واقول لكم يعني. كنت معاكم النهارده انا مدحت الحسيني، ودي قناه مستر هوجو. وكان معانا زيرو البطل بتاعنا اللي خد للاسف مركز ثالث، ابن البكر امير ابو الدهب. وده امير قلب قلب قلب. الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.